امين. طبعا احنا النهارده كلامنا ده بشكل سريع جدا عشان بقى نشوف بقى حلقتنا النهارده والمهمه بالنسبه لنا. يمكن اول مره بقى نتكلم في البرنامج عندنا عن الذكاء الصناعي. لازم عشان نتكلم معانا الخبير بتاعنا الدكتور فرج الخلفاوي. نرجع بقى دكتور. اهلا وسهلا بك. نشوف بقى حلقتنا النهارده بنتكلم عن الذكاء الصناعي. ولكن في الاول سيادتك لازم نعرف المشاهدين بقى نبذه صغيره كده عن الذكاء الصناعي. اتفضل يا دكتور. تمام، خليني بس يعني في البدايه اشكرك على الاستضافه واسمن جهدك في اختيار الموضوع، لانه هو فعلا موضوع اصبح منتشر وخطير، فليه تبعيات كثيره، فلازم تنوه به، وخاصه لما الامر يتعلق باموال. اكيد طبعا. فده خسارتها بتبقى صعبه شويه، لان هو ده بيبقى عند الانسان في الوقت الحاضر ده اهم شيء. تمام. خليني اقول لك ان الذكاء الصناعي ده تطبيقات تمام الكترونيه تمام بتحاكي القدره الذهنيه البشريه. تمام. فتقدر تتعلم، تقدر تستنتج، وتقدر تعمل رد فعل. ده التعريف مبسط. تاني هي تطبيقات الكترونيه ضمن برامج الحاسب الالي، بقى عندها القدره ان هي تحاكي القدرات البشريه الذهنيه. يعني ايه؟ يعني تتعلم اللي انت بتتعلمه، تستنتج اللي انت بتستنتجه، تقدر تعمل رد فعلك الطبيعي اللي انت بتعمله. تمام. بقت منتشره وبقت موجوده، وامر دلوقتي لا يمكن اغفاله، لان هي بقى فعل بقت موجوده، لها تاثير ولها تعامل في المجتمع. دخلت في كل مجالات الحياه، ابتداء من ان احنا ممكن نستخدمها بطريقه ايجابيه في مثلا اعداد لقاح طبي لوباء معين، الى كشف عن مفرقعات والغام. نستخدمها في الحروب، بنستخدمها في كل المجالات اللي تخطر على بالك يمكن استخدامها فيها. تمام. فاصبح واقع ما لا يمكن انكاره. هي بيبقى لها 4 فئات تدرجيه. الفئه الاولانيه بيسموها الاله التفاعليه، ودي بقى اله عاديه خالص، تطبيق عادي بيحاول ان هو ياخد من الخبرات السابقه والبيانات المتاحه، ولكن هو ما عندوش ذاكره يقدر يستوعب ده فيها، فهو بديك نتيجه على المعطيات اللي انت بتديها له. حضرتك بتدخل بيانات، دخل بيانات يعني مقابل البيانات اللي بتدخلها ويبدا يشتغل عليها. هو التطبيق اللي موجود هو بيحاول يقول لك ايه الموجود، وايه البيانات المتاحه، وايه السوابق اللي كانت موجوده قبل كده، ويعمل لهم ميكس ويطلع لك نتيجه. تمام. يعني تقول له مثلا انا عايز اعرف النهارده ممكن اشتري سهم ايه، فيقول لك طيب لو انت بتتعامل مع الاله التفاعليه العاديه، يقول لك ايه طب السابق كان ايه؟ تمام. طب المتاح دلوقتي، البيانات المتاحه ايه؟ فبيقدر يعمل منهم ميكس ويطلع لك نتيجه. انت قلت 4 مراحل. اول مرحله دي المرحله اسمها الاله التفاعليه، الالات التفاعليه. بعد كده اسمها الذاكره المحدوده. تمام. ولكن الاله التفاعليه دي ما بيقدرش يحتفظ بالبيانات اللي بيطلعها عشان يستخدمها مره ثانيه. هو بيقتصر عمله ان هو بيطلع لك النتيجه وستوب، ما بيحتفظش بالنتيجه دي. تمام. ولكن الذاكره المحدوده بتبقى اكتر منها شويه، بياخد البيانات المتاحه مع الخبرات السابقه ويبدا يطلع لك نتيجه، ويمكن يحتفظ بالنتائج دي اللي يستخدمها فيما بعد. تمام. ده المستوى الثاني اللي طلعنا منه، او الفئه الثانيه من الذكاء الصناعي. الفئه الاكبر من كده شويه ان هي نظريه العقل. يعني ايه؟ هو بدا يتعامل على طول بقى، اتعامل مع العقل. اللي انا اتعامل مع العواطف ومع مع الرغبات ومع الاستنتاجات، فده بتبقى اعلى. يعني كأنه حضرتك شخص قدامك بيكلمك، انت بتتعامل العمل التطبيق الذكاء الصناعي، انت اكنك بتتعامل مع بشر. تمام. وخاصه في المستوى الرابع اللي هو اسمه الوعي الذاتي. ده الاقوى بقى، ده الليفل الاعلى. ده من خلاله بيقدر يستنتج ويتعامل مع معتقداتك وياخد قراراتك ويستنتج ويتعلم ويبقى ليه رد فعل كمان. تمام. ده موجود موجود، بيستخدم على مساحه كبيره. ولو احنا بنتكلم في سوق المال، بيستخدم في سوق المال وفي اسواق المال. تمام. ده الذكاء الصناعي بفكره مبسطه عنه. تمام. عشان تبقى الناس عارفه احنا رايحين فين. ده بيستخدموا الناس باللاوعي في المجتمع الدول الناميه زينا كده. بنستخدمه في الصور، يعني في بعض التطبيقات في كذا حاجه طبعا، بتعمل لي صور متحركه لموتى، بتعمل لي تقليد للاصوات، بتعمل لي موسيقى، بتعمل لي ابحاث علميه، بتكتب لي مقالات، بتكتب لي بتنشئ لي مقطوعه موسيقيه. احنا شفناها كده، او نحن بنحاول نستخدمها كده. وفي ناس ثانيه بتستخدمها في اعمالها في البيزنس، في استنتاجات السوق رايح فين وجاي منين. دي طبعا نتكلم في التفصيل في الموضوع ده. طبعا احنا شفنا نمذجه مختصره بقى. هنيجي بقى للدكتور عفاف شوشه. طبعا احنا كل فتره لو تلاحظوا بنحب نتكلم عن اخبار البورصه المصريه. دكتوره بقى، البورصه بتاعتنا اخبارها يا فندم الفتره اللي فاتت؟ والله البورصه الفتره اللي فاتت مرت ب3 مراحل. تمام. ابتداء من الشهر اللي فات لحد النهارده مرت ب3 مراحل. تمام. اولا ارتفعت جدا، وبعدين انخفاض حاد، وبعدين ردت بعد كده. تمام. الشهر اللي فات كانت اول مره البورصه المصريه توصل ل 20,200 نقطه في تاريخ البورصه كلها. هي من 2018 كانت 18,200. تمام.
وما كناش قادرين نتخطى النقطة دي. لحد الشهر اللي فات بدأت تتخطى النقطة دي وتفوق التوقعات كلها. لما مصر دخلت اتفاقية البريكس، دي كانت من الأخبار الإيجابية طبعا. الإيجابية جدا. وبعدها في أخبار كتير أدت وصلنا للنقطة دي 20,200. بعد كده حصلت الأحداث اللي فاتت، إسرائيل وغزة والحروب، وانت عارف حضرتك البورصة، فانخفض طبعا المؤشر خالص. بعد كده بدأ يرد تاني لما الإمارات بدأت تدخل برضو، يعني في تحسن الفترة في البريكس، وبدأ يبقى في أخبار إيجابية زي شركات، في 3 شركات كبار متقدم عليهم عروض، أبو قير، ميبوكو، الشرقية للدخان، دي كلها معمول عليها عروض استحواذ. تمام. طبعا نيجي بقى للسؤال بتاعنا الاساسي النهارده، يمكن اقوله لسعاده الدكتور، انا اوجه لحضراتكم السؤال ده. الذكاء الصناعي بقى والاسواق المال والبورصه عامه، يمكن السؤال ده هو الاساس بتاع حلقتنا النهارده. تمام. بالنسبه لحضرتك راجل متخصص في الذكاء الصناعي، علاقته ايه بقى باسواق المال والبورصه عامه من وجهه نظر حضرتك بقى؟ طيب خلينا نقول بس بدايه كده، لو احنا بنتكلم عن اسواق المال، طيب تمام. لو انا حبيت كفرد ابدا او كمستثمر في البورصه، ابدا احاول اشتري اسهم معينه، تمام، بلجأ لمين في البدايه؟ اكيد طبعا الناس لاهل الخبره او مستشار مالي عشان يعمل لي تحليل الفني للسوق، او يقول لي الوضع هيبقى عامل ازاي. صح. فده كمان بقى اصبح متاح عن طريق الذكاء الصناعي. تمام. بل بيبقى بامكانيات تفوق القوه البشريه، لانه بقى عنده داتا كبيره جدا ويقدر يعمل ده في وقت قصير جدا. تمام. ومش بيعالج بقى الوقت السوق، انت بتكلمني دلوقتي البورصه والظروف، لا ده بيقول لك كمان يعني احنا مثلا عندنا اخبار وعندنا راجل محلل والقصه، لا هل بقى الذكاء الصناعي يقدر يعمل القصه دي؟ مش بس كده، بيحقق كمان ده، بيحاول يحلل لك التنبؤات الجويه. تمام. القديمه اللي هتاثر على البورصه، بيحاول يحلل لك التعبيرات اللغويه العصبيه بتاع المستثمرين. تمام. بيحاول يقول لك، مش بيحاول، ده بيديك المعطيات اللي تاكد لك ان السوق رايح في اتجاه معين، او السهم ده هو فعلا هيطلع. ليه؟ لان بيبقى عنده داتا بيبدا من خلالها يحلل. يعني انت بتقول لي هات مستشار يحلل السوق، فعقبال ما يراجع ويشوف الاسبوع اللي فات ايه اللي حصل، والاسبوع اللي جاي ايه اللي ماشي، وايه السهم اللي طالع، والسهم ده ممكن يديهولك التطبيق في ثانيه. تمام. في اقل من دقيقه. فبالتالي هو اسرع بكتير من توقعاتك. هي المشكله مش في ده، هي المشكله بقى في الجيل الرابع اللي هو بتاع الوعي الذاتي. لما تيجي تتكلم فيه، هو اصبح كمان التطبيق ده للقدره على التعلم والاستنتاج واخذ القرار. يعني كأنه شخص قدام حضرتك هو اللي بيشتغل قدام الشاشه. هو مش شخص، انت هو بيجمع بيانات، بيبدا يجمع بيانات، او انت بتدي له معطيات، هو من خلال التعامل في البورصه بيبدا ياخد معطيات من كل المتعاملين فيها، فاصبح بقى عنده داتا تفوق الداتا البشريه اللي عندي كمضارب في الاسهم. فبالتالي هو اسرع مني. ومش كده وبس، في بعض الشركات بتقدر تاخد ده وبتلقاء نفس التطبيق بيبدا يقول لها انا هشتري السهم ده لان السهم ده المتوقع ان هو سعره هيزيد. مش كده وبس، بدات البنوك العالميه، مش عايز اذكر لك اسماء، 4-5 بنوك عالميه تبدا تمنع موظفيها ان هم يستخدموا تطبيقات الذكاء الصناعي، ومنها الشات جي بي تي. مش كده وبس، لا في بنوك كمان على العكس وعلى النقيض بدات تقول لك لا انا هستخدمه، ده هيحقق لي ربح. فاصبح الذكاء الصناعي هو لاعب اساسي في العمليه الاستثماريه وفي اسواق المال وفي البورصه. لما له من قدره على التحليل وجمع البيانات ومتابعه الاحداث، سواء بقى الاخبار العالميه، سواء الاسواق الدوليه، سواء بتتكلم عن البورصه المحليه، سواء على العوامل الجويه، سواء على الظروف المحيطه من اخبار، من حروب، بيبقى عنده داتا كامله. فبيديك معطيات تقدر من خلالها تقول انا مش هب. طب انت بقى كبشري كعادي، لما اقول لك انا هغامر مثلا ب $100,000 عشان هستثمرهم في البورصه، هتقول لي انا هروح للدكتور فرج اللي بيحلل مالي بيبص لي السوق بس من ناحيه معينه، ولا هروح لتطبيق ذكاء صناعي هو عنده القدره على النظره شامله؟ فبالتالي بيديك نتيجه حتميه. في النهايه انت بتوصل لنتيجه ان انت كده كده ربحان، فمهما كان اللي هيدفع في التطبيق الذكاء الصناعي هو عايد عليك باستثمار وربح. تمام. طبعا احنا بنحاول ناخد اراء الدكاتره، يعني ناخد راي الدكتور فرج وراي طبعا الدكتور عفاف وانا رايي في الاخر. طبعا نيجي بقى للدكتور عفاف. طبعا الدكتور اتكلم من وجهه نظر حضرتك، طبعا احنا ايه الراي الاخر. طبعا نيجي بقى للدكتور عفاف. انا راجل شغال في البورصه المصريه، انا هتكلم باللغه العاميه. انا شغال في البورصه المصريه قدام الشاشه دلوقتي. هل دلوقتي بصفتك طبعا حضرتك مسؤوله بقالك فتره في البورصه المصريه وانا راجل شغال في البورصه العالميه، هل انا ممكن ادي قرار للذكاء الصناعي يقول لي اشتري وبيع في البورصه من وجهه نظر حضرتك؟ طيب انا معلش بدات مع حضرتك وما شكرتش حضرتك على اللقاء. بشكرك جدا طبعا يا دكتور على اللقاء الجميل ده، وبشكر الساده المشاهدين،
وبشكر فريق العمل المتميز. فأنا عايزة أقول حاجة تكملة لكلام دكتور فرج. تمام. عايزة أقول إن الثورة الصناعية مرت ب3 مراحل. تمام، اتفضلي. المرحلة الأولى اللي هي الاعتماد على التبخير الماء وكان حصل ثورة وطفرة صناعية فيها كبيرة. بعد كده جت طفرة تاني حاجة فيها الكهرباء. تمام، صح. بعديها جه الكمبيوتر والأجهزة الذكية. رابع مرحلة اللي هي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو من الحاجات اللي أصبحت أساسية سواء كان في سوق المال أو في أي سوق آخر. تمام. من وجهة نظري حضرتك بقى كراجل شغال في البورصة ان انا ممكن اعتمد عليه. طب السؤال ده هقوله في الاخر، هل انت شايفه الذكاء الصناعي ممكن ياخد قرار شراء وبيع؟ حاليا بالنسبة لنا لازم عن طريقنا. عن طريق حضرتك؟ تمام. ليه؟ لأن أنا لو أنا حبيت زي دكتور فرج ما قال على الأجهزة بتاعة الذكاء الاصطناعي والتطور اللي حصل فيها، أنا عمري ما هروح أجيب جهاز أو روبوت غالي جدا عشان هو اللي يعمل لي كل حاجة. ده محتاج تكلفة ضخمة جدا. تمام. لكن أنا هبدأ بأول مرحلة. أنا عشان أبدأ بأول مرحلة يبقى أنا هندخل لها داتا معينة، ولما أدخل لها الداتا المعينة دي هي على قد أنا ما هدخل لها هي على قد ما هتديني القرار. تمام. فلازم يكون من الأساس القرار قراري أنا في الأول وهي بتساعدني على ده. تمام. يبقى الدكتور حضرتك قلت قرار. طبعا الدكتور قال برضه ايه في روبوت، انا برضه هي بتختلف. انا مثلا بالنسبه لي بعتبر العنصر البشري. ولكن بقى نيجي بقى للسؤال هنجاوب عليه. هل الذكاء الصناعي ده الصراع الازلي بين الشكل التقليدي وتطور التكنولوجيا السريعه؟ اكيد بالظبط. السؤال بقى اللي هو ليه انا قلت كده عشان اقول بقى السؤال بقى، هل الذكاء الصناعي هل هو اداء ولا متخذ قرار؟ اتفضل. طيب خليني اقول لك السؤال وهرد عليك بسؤال. اتفضل. هو انت لو معاك $100,000 اللي انت هتغامر بيهم، تمام، وبقول لك في واحد بس انا معايا $100,000 هقول لك اخليهم معايا مش هنعمل الحلقه دي. لو انا قلت لك انت معاك اي مبلغ مالي وانت هو ده مبلغ اللي تملكه وده استثمارك اللي انت بتستثمر بيه، فانا بقول لك الشكل التقليدي اللي انا هروح لشخص محلل شخص بشري هيديني معطيات ان السهم ده هيطلع، مفيش احتمال يعني. فوارد رايه يكون قابل للصواب ورايه يكون خطا. يقول لك عوامل السوق ده في حصل حرب في الحته الفلانيه، لا اصل في شركه كبيره بدات تشتري في اسهم معينه فدي اللي هتطلع. تمام. كل ده بيبقى عامله التطبيق لدرجه دلوقتي ان كان في على مستوى العالم في منصات الكترونيه ذكاء صناعي هي اصبحت شغلها الشاغل ان هي تعمل التحليل البيانات البورصه واسواق المال عشان تعمل توجيه. تمام. والفكره التقليديه اللي انا عشان اخش سوق المال ويبقى معايا روبوت يقعد يقول لي لا هو الموضوع دلوقتي مش روبوت، هو يعني تطبيق. حضرتك من وجهه نظر ومنصه الكترونيه بتبدا دلوقتي بقت منشاه وموجوده على ارض الواقع، اقدر اقول لك اسم واثنين وثلاثه واربعه موجودين، بيبدا يعمل تحليل لكل العوامل المحيطه للبورصه من السهم للظروف الاقتصاديه للدوله اللي انت بتضارب فيها، للظروف الخارجيه، للعالميه المحيطه، للتنبؤات الجويه، كل اللي انت عايز، كل المعطيات المتاحه فبيديك. فده بالنسبه النتيجه بتاعته هتطلع افضل بكتير من، مش معنى كده اللي انا بقول لك احنا لا مش بنلغي العقل البشري، نلغي العقل البشري، ولكن يبقى عقله مكمل. انت انا اقول لك انا هستعين بيك في نفس الوقت هستعين بالعقل البشري، لان لو انا بدعو ان احنا نعتمد على الذكاء الصناعي يبقى احنا بنفني البشر عن اخرهم، فما ينفعش ده. ولكن انا بقول لك ايه، خلينا نتعاطى مع المعطيات العلميه اللي اصبحت متاحه. لو انا من 5 سنين قلت لك اللي انا هجيب لك تطبيق الكتروني يحرك الصور الموتى كنت تقول ده ضرب من الخيال. اقول لك دلوقتي الذكاء الصناعي بيعمل وبيوجه، وده من مساوئ الذكاء الصناعي ان هو بيعمل توجه واحيانا بيتحيز وبيميز بين العملاء، لان العميل اللي بيضارب على الاسهم اللي عنده قدره ان هو يتعامل بتطبيق او منصه ذكاء اصطناعي هو هيربحه بقى اعلى بكتير من اللي بيتعامل مع البشري بس. فبالتالي ده في تحيز وفي تمييز وفي وضع غير عادل. يعني حضرتك فبالتالي لازم أن تتعامل. انا بالنسبه لي لو انا بضرب بالبورصه، هو بالنسبه لي لو التطبيق المنصه اللي بتتعامل في بالذكاء الصناعي قالت تتعامل على السهم ده هتبقى قرارها ارجح بالنسبه لي من العامل البشري لوحده. اما لو العامل البشري متوفر وبيعتمد على تطبيق فهو بيحاول يجمع بين الاثنين ويعمل منهم ميكس، اقول لك انا معاك مع العامل البشري. تمام. لو انت بقى بتقول الشكل التقليدي والشكل الالكتروني، الشكل الالكتروني لان احنا داخلين على تغير رقمي وتحول شامل في الرقمنه في العالم كله. تمام. شكرا يا دكتور. دكتوره بقى، هل الذكاء الصناعي
هل هو اداء ولا متخذ قرار في البورصه المصريه؟ يعني انا اعتمد عليه بشكل قد ايه؟ والله بنسبه 70%. 70%. وهقول لحضرتك 70% ده البشري ولا الالكتروني؟ يعني متخذ قرار. الالكتروني 70%؟ متخذ قرار. ما تعرفش مع وجهه نظري. يعني بقول لحضرتك ان هو اصبح لاعب اساسي في منظومه السوق البورصه المصريه. ده حقيقي ما حدش يقدر يقول لا. يعني انت حضرتك بتقولي يعني 70% ممكن اتخذ القرار فيه. طيب انا عايزه اكمل على كلام دكتور فرج. اتفضل. وهقول ان في برنامج اسمه تشات جي بي تي. التشات ده له اربع مراحل. أول مرحلة عدت والثانية والثالثة. مايكروسوفت له في المرحلة الثالثة 3%. تمام. والمرحلة الرابعة هياخد أكبر قدر من التطبيق ده. تمام. مايكروسوفت كان بدأ $9 دلوقتي $30 ولا زال لما يدخل المرحلة الرابعة هيزيد طبعا أكتر من كده. تمام. ده معناه إن هو هيرفع كل الأسهم بتاعت التكنولوجيا. تمام. كلها. ده أمر طبيعي. عايزة برضو تكملة لكلام دكتور فرج. في بعض الدول منهم دولتين اللي هي هولندا وتايوان. دول الدولتين دول فيهم استخدموا برنامج الذكاء الاصطناعي بشكل 100%. حققوا أرباح 400%. ممتاز. بس أنا مش عايزة أذكر اسم الشركات عشان ما يبقاش فيه. تمام. يعني أنت حضرتك شايفة إن الذكاء الاصطناعي حوالي 70% يعتبر متخذ قرار بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي طبعا احنا مش ضد حد، احنا بنتناقش، بنحب نقول الرأي غير الآخر. أنا بالنسبة لي بعتبره أداء. يعني موجود، أكيد موجود، لازم نعتمد عليه. ده التقدم الطبيعي. زي التسويق الالكتروني، حضرتك لو شفناه من كام سنه واحد يقول لك تسويق الكتروني على مثلا الفيسبوك، تقول لا ده الكلام ده مش مظبوط. ولكن طبعا موجود. انا بعتبره اداء. لازم انا من وجهه نظري العقل البشري هو رقم واحد. طبعا في اداء كويسه بتساعدك، دي حاجه مش وحشه. زي مثلا الكمبيوتر ما هو بيساعدني. فطبعا كل واحد له وجهه نظر. نيجي يمكن في اقل من دقيقه بقى دكتور، عشان ما حدش يفكر ان الذكاء الصناعي دوت مميزاته كتير. لا، احنا عايزين نخطف مميزاته وعيوبه في اقل من دقيقه. اتفضل. طيب، زي ما قلت لحضرتك الذكاء الصناعي شيء زي اي شيء في العالم. زي ما ليه ايجابيات ليه سلبيات. لو هو ايجابياته ان هو يعمل لي لقاح لمعالجه وباء، او بيعمل لي تنظيف لمنطقه فيها الغام، او بيساعدني في الاعمال اللي بتاخد وقت كتير جدا فبيعملها لي في ساعات قليله. زي ما ليه مساوئ. ايه بقى العيوب بقى دكتور؟ لو انا في نص دقيقه يعني فقدت السيطره على التطبيق وتهكرز بيسبب لي خسائر كتيره جدا. لو اعتمدت بشكل كامل على الذكاء الصناعي يبقى انا بنفي العنصر البشري من اي معادله ممكن جايه. والذكاء الصناعي اوريدي هو بيعمل لنا اخفاء لوظائف كتيره جدا. وظائف الاداريه، وظائف الطبيه، وظائف المحاماه، لان شفنا روبوت كمان بيترافع. فكل الوظائف دي هي هتتاثر بده. فكون الاعتماد عليها بشكل تام ده بيأثر على العنصر البشري. فبالتالي انا ما بنصحش بيه. يعني نستخدمه فيما يفيد ويبقى مكمل للبشر. طيب بيبقى بيعمل لي تمييز، بيعمل لي تحايل في بعض الاحيان، لان التطبيق بيتحايل لي على معطيات معينه فيعمل لي للخصم خساره، بيعمل لي منافسه غير عادله. السلبيات زي الايجابيات كتيره. ممتاز يا دكتور. في اقل من دقيقه، ايه اهم استثمار في البورصه المصريه دلوقتي؟ هو اهم استثمار في البورصه في الاسهم. الاسهم هي ليها اليات كتير. يعني فيها الاسهم، فيها السندات، فيها الصكوك، فيها طبعا صندوق الذهب اللي اتكلمنا عليه قبل كده. لكن انا من وجهه نظري افضلهم الاسهم. ليه؟ لان الاسهم في حوالي 60% من الاسهم اقل من قيمتهم الاسميه. تمام. يعني انت حضرتك شايفه الاسهم؟ تمام. طبعا احنا قبل ما نختم طبعا لازم نشكر الضيوف. طبعا نشكر الدكتور فرج والدكتور عفاف. شكرا حضرتك. اتكلمنا النهارده عن الذكاء الصناعي بقى وعلاقته باسواق العملات والبورصه. طبعا الدكتور طبعا جه قال الدكتور فرج طبعا احنا متحيزين ليه ومؤيدين. هو الراجل بيقول لك الجيل اللي جاي هو الذكاء الصناعي. طبعا احنا متاكدين بالكلام ده، وحبينا بقى نعمل عن البورصه المصريه والبورصه او اسواق المال بصفه عامه. عشان جبت الدكتور عفاف متخصص في البورصه المصريه، وانا راجل بتكلم في البورصه العالميه، عشان نعمل ربط بين الثلاثه دول. كل واحد زي ما الدكتور قال يمكن اكبر عيب بالنسبه لك هو لازم العقل البشري تكون متواجد. طبعا احنا النهارده اتكلمنا طبعا بشكل كبير جدا. بقى الناس بتحسب انا ممكن بقى اجيب روبوت يقعد يشتغل ويكسب ويخسر. الموضوع مش سهل. يمكن الدكتور قال عيوب والدكتوره طبعا قالت مميزات وعيوب. احنا بنحاول نعمل ربط بين اسواق المال. خلي بالك كتير جدا ظهرت اعلانات يقول لك انا عندي روبوت بيكسبك قد كده. الكلام ده مش مظبوط. حاول زي ما الدكتور قال انا بالنسبه لي بعتبره اداء، فانت ما تعتمدش عليه بشكل 100%.
طبعا ما تنسوش ميعادنا ان شاء الله يوم 28 باسكندريه، عندنا مؤتمر فوركس رقم 3 باسكندريه، هيبدا الساعه 11 للساعه 5. اتكلمنا عن الذهب وقلنا اسباب ارتفاع الذهب هو ان الذهب تخطى النقطه 1880 دولار. اشوفكم الاسبوع الجاي في برنامج الفوركس مع هاني بشير. السلام عليكم.